صباح الخير، عاملين ايه؟ انا حابب اوجه رساله لاخواتنا البنات الصغيرين. هديكم نصيحه كده وانتوا بتتعاملوا مع الشباب في موضوع الجواز والارتباط والحاجات اللي زي كده. فانا هقول لك كام حاجه كده تعرفي هو الشخص ده بيحبك ولا لا، يعني تفهمي هو بيحبك ولا حد بيتسلى، عشان ما تجيش تقولي انا قلبي اتكسر، انا الناس كلها وحشه، الرجاله كلهم وحشين، الكلام ده اللي احنا بنسمعه كتير قوي. مبدئيا كده انا كتير، يعني انا عملت فيديو لان انا كتير ببقى بتمشى على الكورنيش، فبلاقي شباب وبنات قاعدين في وضع مش حلو، في قرب بينهم جامد قوي، وفي حاجات مش حلوه كتير قوي، في مكان مثلا محدش مضلم مش عارف ايه، في قعده رومانسيه. ولما تيجي تتكلم مع حد تقول لك اصل احنا هنتجوز، اصل هو قال لي احنا هنتجوز، اصل هو بيحبني قوي، اصل انا بالنسبه لي هو الامان وهو الحد اللي انا ما ينفعش ما اثقش فيه، ده هو كل حياتي. مبدئيا كده دي اكبر غلطه انت بتعمليها في حياتك. مفيش راجل بلا شهوه، مفيش راجل انت تبقوا قاعدين مع بعض في مكان ما فيهوش حد وقريبين قوي من بعض، مش هيبقى فيها بينكم حاجات غلط، مش هيبقى فيها بينكم تجاوزات. ديت اول حاجه. هو لو بيحبك بجد، يعني هو لو بيحبك، تعرفي بقى الحركه دي، هو بيحبك منها ولا لا؟ لو هو بيخاف عليكي، لو هو بيخاف عليكي من نفسه ومن شهوته، تمام، وبيحفظك قدام نفسك انت ومن نفسه هو، تمام، لو هو بيخاف عليكي افهم ان هو بيحبك. طب لو هو شهوته دايما غالبه ودايما بيحاول يقرب منك، ليه بقى؟ هو اصلا بيحاول يقرب منك عشان يحس بسكورته، يحس ان هو ذكر، يحس ان هو محتوي، يحس بقى بشهوه جواه، الرجوله وحاجات زي كده كتير قوي. فبيحصل تجاوزات وحاجات غلط كتير قوي بدافع ان هو هيحبك وهو هيتجوزك. هو ممكن يبقى صادق في كلامه على فكره، مش شرط يبقى بيكذب، يعني ممكن هو صادق بس هو بيقول دافع الشهوه، يعني بدافع هو مشاعر حلوه، فهو ماشي وراها، هو ماشي وراها من غير ما يفكر في مصلحتك، ومن غير ما يفكر يامن حياتك ولا يامنكم في بيت او يحفظك حتى من نظرات الناس او. فدايما اهلك لما بييجوا يشدوا عليكم شويه بيبقوا خايفين عليكي، فعلا بيبقوا خايفين عليكي. واللي بيحبك بجد، اللي بيحبك بجد زي ما بقول لك كده، هيخاف عليكي من نفسه، هيخاف عليكي من نظرات الناس، هيخاف عليكي ويبقى عاوز الامان ليكي بجد، مش هيبقى مجرد عاوز يقضي وقت حلو ووقت جميل ونقول له بعد كلام رومانسي وكلام حلو، وبعد كده انت بقى ولا ضامنه هو هيتجوزك امتى ولا ضامنه. ما يا جماعه الجواز والخطوبه والحاجات ديت ده اثبات للحب. انا بثبت للحد ده ان انا بحبه، يعني عشان خايف على البنت ديت وحفظا ليها وليا، فعشان كده احنا بنقول الارتباط معمول للجواز. يعني انا برتبط بحد او مثلا بتعرف على حد وبشوف عشان احنا مثلا كمان شويه هنتجوز، ما ينفعش مثلا نروح نرتبط بواحد واحنا في ابتدائي واحنا في اعدادي، الكلام ده غلط، الكلام ده مش صح وما ما ما, ما يجوز اصلا. لازم الارتباط يكون حد مؤهل نفسيا وماديا ان هو يقدر يفتح بيت. انا بقول مبدئيا مش لازم يبقى غني ومش لازم يبقى معاه فلوس كتير ومش لازم، بس على الاقل مثلا شغال بيعرف يصرف على نفسه، بيعرف مثلا يكسب قرش، واحده واحده الدنيا تمشي. ده حاجه نصيحه بقى للاهالي ان هم يسهلوا الجواز ويسهلوا الدنيا على الناس عشان ما يحصلش تجاوزات وحاجات غلط كتير زي احنا بنشوفها كل يوم ويوميا، بدافع الحب، بدافع اصل احنا هنعمل ايه، بدافع اصل احنا هنتجوز قريب ده بيجيش على فكره. بس انا مش هتكلم اكتر من كده، انا بس ده وهو بيحبك هيخاف عليكي وهيراعيكي وهيجي يطلب منك.